يلا نصلي على الرسول ونسمع القصة دي هتعجبكم قوي. وقولوا لي رأيكم ايه، وما تنسوش يا حلوين اللايك بتاع الفيديو. انا عندي 4 اولاد، 3 بنات وولد. جوزي مات من 15 سنة، ما كانش ليا اي مصدر دخل، وطبعا اضطريت ان انا اشتغل عشان اربي ولادي. كان ليهم عم واحد بس، وطلب ان هو يتجوزني وانا رفضت لانه عنده بيت وعياله، وانا ما كنتش حابة عيالي يتبهدلوا. ومن ساعتها ما بقاش يفكر حتى يتصل يسأل علينا، يا إما يتجوزني ويعيش في وسط ولاد أخوه ويخش ويطلع علينا، يا إما ما يبصش عليهم نهائي. وكل ده كان بحجة كلام الناس إن أنا ما أقدرش أخش في وسطيكوا ولا أدخل وأطلع من غير صفة. أما لو اتجوزتيني فخلاص هيبقى إيه، دخولي وطلوعي مفيش حد يقدر يتكلم فيه. طبعًا ما قبلتش العرض بتاعه لإني خُفت على ولادي، وقُلت لأ، أنا أطلع وأشتغل عليهم وما أخلّيهمش عاوزين حاجة. 3 بنات وولد. ال3 بنات كبّرتهم وعلّمتهم، والولد نفس الوضع، كبّرته وعلّمته، وبقيت باشتغل، اشتغلت في كل شغلانة شوية. اشتغلت عشان خاطر ما أمدّش إيدي لحد، كنا بناكلها بعيش وملح وحامدين ربنا، ويوم كنا بنتعشى ويوم ما كناش بنتعشى، وكان كل مائدة باجري وباكافح عشان أدّي رسالتي معاهم. وجوّزتهم جوازات كويسة ومن ناس ولاد حلال، والولد كمان جوّزته بنت خالته، وكانوا قاعدين معايا في الشقة لأن أنا ما كانش في مكان تاني غير الشقة اللي أنا فيها. وقُلت له: "خلاص عيشوا معايا يا ابني بما يرضي الله زي ما أنا هاعيش، وأنا أديني شغّالة باشقّط معاك شوية وأدينا بنساعد أنا وأنت في البيت، أنا عارفة إن أنت مش هتقدر على البيت لوحدك." وفضلت شغّالة رغم إن أنا ما بقيتش صغيّرة، بس عشان ما ابقاش عبء عليه وما ابقاش تقيلة عليه. هو في الأول رفض وقال لي: "لأ يا أمي كفاياكِ بهدلة كده، سيبيني أنا أجري وأنا هاشتغل." لكن بعدها بيوم و2 لقيته بدأ يقول لي: "عايزة تشتغلي اشتغلي يا ماما عشان ما تزهقيش." بدأت أقول له: "خلاص يا ابني أنا هانزل أشتغل." وفعلًا بدأت أشتغل، أنا باشتغل وهو بيشتغل، وبقينا بنحاول أنا وهو ونكافح عشان نفتح البيت. وبقيت الفلوس اللي أنا باشتغل بيها أنا وهو كنا بندّيها لمراته عشان تفتح بيها البيت وتجيب أكل وشرب وتعمل حاجات في البيت. وفضلنا عايشين على الحال ده سنة واحدة بس. وبعد السنة ما عدِّت بقيت أنا آجي من الشغل، أنا كنت باجي قبله، أنا كنت باخرج من الصبح وباجي بعد العصر، وهو كان بييجي بعد كل مغرب. وجيت طبعًا لمّا جاية من الشغل مش قادرة ومهدودة وتعبانة، وكنت المفروض باجي ألاقي لقمة والاقيها مروّقة الشقة ومخلّصة اللي ورانا، لكن بقيت آجي من الشغل ما الاقيهاش عملت حاجة خالص، مجرد إن هي يا دوبك صحيت وفطرت وقعدت قدّام التلفزيون. "فين يا بنتي اللقمة اللي هناكلها؟" تقول لي: "عندِك الأكل في التلاجة وخشي اعملي." "طب ما روّقتيش المكان ده ليه يا بنتي؟" تقول لي: "أنا مش قادرة، أنا تعبانة وكسلانة ومش قادرة أقوم." بقيت أنا آجي من الشغل باروّق الشقة، لدرجة إن أنا بقيت أخُش أروّق لها الأوضة اللي هي نايمة فيها، وكل ده عشان ما أعملش مشاكل بيني وبين ابني وبينها، وعشان ما تقولش أمه بتخرب عليَّ أو أمه مش عايزاني أعيش معاهم، وأتعرّض لكلمة ما لهاش لازمة. مش معقول هافضل عِشت طول عمري متمرمطة عشانهم، وهاجي هالاقي نفسي واحدة بتقول عليَّ والّا حد بيقول عليَّ إن أنا خربت بيت ابني. وفضلت مستحملة وساكتة، وصلت لدرجة إن هي الأكل اللي أنا باحبه ما بقِتش تعمله، أي حاجة ما باكلهاش بقت تجيبها، وبقت تقول لي: "هو ده الموجود." بقت تاخد منّي الفلوس إجباري، ما بقيتش عارفة يعني أعين قرش ليّا، ولا إن أنا أركن أي حاجة، حتى أروح لبناتي زيارة. وكنت كل ما أقول لها هاروح لزيارة لبنت من بناتي، كانت تقول لي: "تروحي تعملي لها إيه؟ هي في رقبة راجل، أنتِ ما تروحيلهاش، أنتِ خليكِ في اللي أنتِ فيه." وبقت تكلمني بطريقة وحشة أوي، لدرجة إن أنا في يوم قضيت وتعبت وما بقيتش قادرة، وبقيت قادرة خدمة برّه ولا بقيت قادرة أخدمها في البيت. ولمّا لقيتني جضيت وجبت آخري وما بقيتش قادرة على كده وسنّي كل مدى بيكبر، لقيتها يومين 2 وقالت لابني إن هي حامل، وما بقيتش قادرة تعمل حاجة في البيت، قبل أنا ما أقول له وقبل ما أتكلم معاه في أي حاجة. وهي ما كانتش حامل ولا كان في أي حاجة في بطنها، بس قالت كده عشان ترتاح من شغل البيت. وده اللي عرفته بعديها. أول ما عرفت إن هي حامل أنا طِرت من الفرحة، وقُلت خلاص مش مشكلة أدوس على نفسي شوية، المهم هييجي لنا مولود يفرّح قلبي وهالعب معاه في البيت وهابقى مبسوطة، وأول مرّة ألاقي خَلَف لابني. وكنت خلاص نسيت كل اللي عدّى وبادئة من جديد ورجعت تاني أروّق وأخدمها. ولقيت مرّة واحدة بتكلم واحدة صاحبتها في التليفون وأنا داخلة وبتقول لها هي خَلِت عليها اللعبة ورجعت زي الشغالة تاني، رجعت كده هي اللي بتعمل. وبُصّي بقى الدماغ والتفكير، إيه رأيِك بقى؟ ولقيتها بتقول لصاحبتها الكلمتين دول، بقيت أقول لها: "ليه؟
أنتِ ليه طلعتِ شيطانة كده من جوايا، بس ما صارحتهاش وما عرّفتهاش إن أنا سمعتها وهي بتتكلم في التليفون. ومن هنا كنت خلاص عرفت إن اللي عايشة معايا دي حرباية، عرفت إن اللي ابني اتجوزها دي عمرها ما هتريحني، وعمري ما هارتاح غير في التراب. وكنت خلاص سلمت أمري لله، أنا ما فيش فايدة، أنا هاعمل إيه؟ وابني كان من شغله لبيته، وكان بييجي ياكل يا دوبك اللقمة وكان بينام، ما كانش يعرف إيه اللي بيحصل في قلب البيت. ولمّا فاض بيّا جيت قُلت له في الوضع كذا وحكيت له، وعرّفته إن مراته بتعمله فيّا. لكن لقيت رَدُّه غريب أوي، قال لي: "يا أمي دي سِنّها صغير، معلش استحمليها." ودخل اتكلم معاها، ويا ريته ما اتكلم معاها. تاني يوم لقيتها عملت فيّا أكتر ما بتعمل مليون مرّة، ولقيتها زوّدت عليَّ أكتر وأكتر، ولقيتها حتى المكان النضيف بقت توسخه لي عشان أخش أروّقه، والغسيل بقِتش تغسله في الغسالة، بقت تقول لي: "اغسلي على إيدِك، مش أنتِ بتشتكيني وبتعرفي تشتكيني، اغسلي على إيدِك." وما بقيتش طايقة العيشة ولا بقيت عارفة أعمل إيه، أمشي وأسيب ابني والّا أقعد معاها وأتذل وأتبهدل والّا أقول له واخلّيهم في سبب مشاكل بينهم. بقيت حيرانة ومكسورة ومش لاقية حتّة أروحها، بقيت أقول يا ربي ده اللي أنا كسرت عليه شبابي، ربنا يرزقني ببني آدمة زي دي. طب أعمل إيه؟ أقول لابني أبقى سبب أنا في مشاكل بيني وبينها والّا أعمل إيه؟ واضطريت إن أنا آخد سكن، وقُلت هاخد سكن برّه بعيد عنّه وهاعيش، أنا كده تعبت وما بقيتش قادرة على خدمة حد، فأنا هاعيش لوحدي. وهي رفضت وقالت له: "لأ، أمك إزاي تبعد عننا، مين هياخد باله منها؟" وكل ده وكان جواها غِل غريب ما أعرفش هي كانت عايزة منّي إيه، كانت عايزاني أفضل شغّالة طول عمري تحت رجليها، وطول الوقت كانت بتقول له: "أمك ما بتحبنيش، أمك طول الوقت عافتها غالية، مستنية إن أنا كل حاجة أعملها، حتى لمّا بادّيها شوية خضار تنضّفهم بتقول لي لأ وبتحطّهم لي في المطبخ." وأنا كنت عمري ما باعمل كده، بالعكس ده أنا كنت حابة لها إن هي تبقى كويسة ومرتاحة، لكن هي ما أعرفش ليه الغِل اللي كانت شايلاه منّي ده. بدأت المشاكل تزيد بيني وبينها، وكل الوقت ما بيعدّي كل ما بتزيد عليَّ، لدرجة إن أنا قُلت بس كفاية كده، أنا فعلًا تعبت وما بقيتش أتكلم معاها، ولا بقيت أعمل حاجة خالص في البيت، وقُلت هُم حُرّين مع بعض، أنا لو عليَّ هاجيب أكل من برّه وهاكل، ومش هادّيها قبض تاني، ولا هامسّكها فلوس، ولا هاعيش معاها، أنا مجرد هاخش أوضتي بس زيي زي أي ضيفة، وهانام وهاكل وهاشرب وما ليش خِلطة بيهم. جات بعدها بدأت تخلّي ابني يقلب عليَّ، وبدأ كل شوية يتخانق معايا ويقول لي: "أنتِ مش أم، أنتِ مستخسرة تدّيني، أنتِ شايفة الغلا اللي أنا فيه وعايزة تقعدي لوحدِك، أنتِ ما بقيتيش تروّقي معاها، هي تعبانة طول النهار." وفي مرّة لقيته بدأ يزعّق فيّا، وكل كلامها بيزيد معايا، كل هو ما بيزيد عليَّ قلة الأدب. وفي يوم طلعت فيها وقُلت لها: "أنتِ عايزة منّي إيه؟ يا رب اللي تكوني بتعمليه فيّا تلاقيه في أمِك. أنا ما عملتلكيش حاجة، ده أنا كسرت شبابي على عيالي وأربيهم، هي دي مكافأتي؟ يا رب اللي أنتِ بتعمليه معايا يقعد لِك في ولادِك." وكل ده اللي أنا قُلته، راحت مزعقة فيّا وقالت لي: "أنتِ بتزعقي فيّا ليه؟ أنتِ ما لكيش عندي." كل ده وهو واقف ولا كأنه واقف، وباقول لها: "اوعي خلّيني أدخل." لقيتها بتقول: "آه بتزقيني." وهو راح جاي عليّا ضربني بالقلم، ابني اللي ضربني بالقلم. ما بقيتش عارفة أنا صاحية والّا نايمة، أنا في كابوس، أنا باحلم. ولقيته شدّني زقّني في أوضتي وقفل عليّا وقال لي: "يالّا يا رب تموتي، يا رب تموتي، بتزُقّيها ليه؟ أنتِ إزاي تزُقّيها؟" بقيت حاسة إن أنا في كابوس، بقيت باعيّط ومش عارفة أنا باعيّط إزاي والّا أنا باعمل إيه، معقولة ابني يعمل فيّا كده؟ هي في اليوم ده كانت فرحانة أوي، كانت فرحانة فرحة أنا عمري ما شُفتها بالمنظر ده. بقيت أقول لها: "ليه يا بنتي أنا عملت فيكِ إيه؟" وبقيت من جوايا مكسورة، إزاي ابني ممكن يخلّيها تعمل فيّا كده، وإزاي هو يكمّل عليّا ويعمل فيّا كده؟ من ساعتها قُلت خلاص الله يسهّل له كإني ما خلّفتش ابن، وهاعيش لوحدي وما ليش دعوة بيه. طلعت من شقتهم وخدت شنطة هدومي ومن غِلّها وحقدها عليَّ وأنا طالعة بالهدوم قالت لي: "سيبي الهدوم دي واخداها تعملي بيها إيه؟" قُلت لها: "ده هدومي." قالت لي: "لأ، الهدوم دي بتاعة أمي، أنتِ سرقتيها منها، أنتِ واخدة على السرقة، أنتِ كتر شغلِك برّه علّمِك السرقة، الهدوم دي سيبيها، اطلعي كده زي ما أنتِ." بقيت مش عارفة أرُد عليها أقول لها إيه، وأقول لجبروتها اللي هي بتتعامل معايا بيه إيه، رميت لها الشنطة في وشّها وقُلت لها: "خُدي، يا رب تكفّيكِ." وخدت بعضي ونزلت.
العمارة اللي أنا قاعدة فيها كان فيها أوضة تحت، خدتها وفضلت عايشة فيها، وبقت كل الناس بتتكلم وتقول هو اللي رمى أمه، معقول يعمل فيها كده؟ وهي طبعًا بدأت تقول له الناس بتتكلم، الناس بتقول عليك كده، أمك مخلية الناس كلها بتتكلم علينا، شوف لك صرفة فيها، وخدني، خدني ورماني في دار المسنين. وما بقيتش شايفة أي حد وما اعرفش بناتي طريقي ولا اعرفهم أنا فين. وبعد ما رماني في دار المسنين بقيت أقول طب هعمل إيه وهروح فين؟ فضل السن يعدي بيا وأنا مرمية في دار المسنين وعايشة وهو عايش، حتى ما بيفكرش يجي يبص عليا ولا يقول لي أمي عاملة إيه ولا عايشة ولا ميتة. وكنت خلاص حاسة إن السر الإلهي هيطلع وطلبت إن أشوف. ولما جه دار المسنين والأول مرة كان يجي بعد أول مرة ما دخلني، جه وقال لي إيه يا أمي؟ قلت له أمك أنت لسه فاكر إن ليك أم؟ قال معلش ظروف الدنيا والمشاغل. قلت له أنا خلاص بموت. قال لي طب أوديك للدكتور؟ قلت له لا ما تودينيش لدكتور، أنا عايزة منك طلب واحد بس. قال لي قولي لي أنت عاوزة إيه؟ طب نفسك في إيه؟ قلت له دار المسنين اللي أنا فيه ده كل أسبوع تجيب له أكل وركب له مراوح. قال لي انت بتقولي بتموتي عايزة الحاجات دي ليهم ليه؟ هتكلفيني، وانت يوم اتجرالك حاجة هم هيعملوا انا هستفاد ايه؟ قلت له لا هتستفاد صدقني يا ابني، العيشة هنا من غير مراوح الجو حر، لما تيجي انت هنا هتحس باللي انا حسيت بيه. لما تقعد هنا من غير مروحة وتنام كده النومة دي ولا تنام من غير عشاء وما تحسش ان حد جابلك اكل، هتعرف انا كنت عايشة في ايه. مسيرك يا ابني هتيجي مكاني، ومسيرك هتدوق اللي انا دقته، ومسيرك عيالك هيوصلوك لغاية هنا بايديهم زي ما انت وصلتني. وده كان كلام الام في اخر لحظاتها. ونصيحة مني، كل اللي بيسمع الفيديو ده يصلي على الرسول في التعليقات، واوعوا، لان الدنيا سلف ودين، اللي هتعمله في امك هتلاقيه. وصدقيني لو كنت كويسة مع حماتك او مع امك او اي بنات كل حاجة هتقعدلك، ويا ويلك عند ربنا كل اللي عملته فيها هيتردلك. الدنيا داين تدان، هتتعذب في الدنيا وفي الآخرة. اوعى ما تخافش من لقاء ربنا، واوعى تفتكر ان الدنيا دايمالك، عمرها ما دامت لحد عشان تدوملك. احنا رحلة وهنكملها ونوصل لآخرها، لازم تخلص. ومرات الابن لما تعمل كده في الأم اللي هي حماتها، صدقوني هتيجي مرات ابنها برضو هيكون عندها ابن وهتعمل فيها أكتر من كده، وهتوصلها لأكتر من كده، وهتقول ده ذنبها عشان أنا عملت في حماتي كده. وهي ما عملتش حاجة في دنيتها غير إن هي اتكسرت على ولادها وربتهم وكبرتهم وجوزتهم وشالت مسؤوليتهم، وشالت إن هي تكون أب وأم في نفس الوقت. والموضوع ده صعب جدا، ما يعرفش قيمته وما يحسش بيه إلا اللي مجربه. وبكده خلصت قصتنا وأتمنى أعرف رأيكم.